خلينا متفقين كلنا قبل ما تدخل في محتوى الفيديو ومحتوى القناة الأهم في هذا الفيديو، وهو إن إحنا بنحلل أداء حراس المرمى. عايز أتكلم في كام نقطة رئيسية. أنت حقك كمواطن إنك تنتقد، وحقك كمواطن إنك تشجع وتعبر عن حبك لكل لاعب في منتخب مصر، ولكن مش من حقك خالص إنك تشك في قدرات محمد صلاح إنه لاعب قليل، وإنه لاعب مش يستحق يكون في منتخب مصر أبدا. يا جماعة كلنا بنقف لمحمد صلاح على رجله ونص، ومعترفين أهلاوي زملكاوي في مواهب كتير جدا أعلى من محمد صلاح في منتخب مصر، ولكن وجود محمد صلاح مؤثر لدرجه كبيره جدا جدا، وده اللي احنا عارفينه، والناس اللي فاهمه كوره عارفه كده كويس. طيب محمد صلاح، خروج محمد صلاح، ايه سبب خروج محمد صلاح؟ هل فعلا هو مصاب؟ طبعا مصاب، وممكن اللاعب يتصاب ذهنيا ويتصاب نفسيا ويتصاب عضليا. واكبر خطا ارتكبه محمد صلاح في مسيرته مع منتخب مصر او في حياته الكرويه كلها ان هو تحمل شاره منتخب مصر، تحمل عبء ومسؤوليه منتخب مصر. ايه رايك ان محمد صلاح ما يلعبش في منتخب مصر؟ طبعا المنتخب ما لعبش الا في خروج محمد صلاح. طب هل اللعيبه دي ما اظهرتش امكانياتها وقدراتها لما محمد صلاح خلاص خرج وعرفوا ان هم كده كده خسرانين، فباعوا القضيه، فبداوا يضغطوا، فبداوا يعملوا ضغط عالي جدا على المنافس، وبداوا يروحوا ويضيعوا الحاجات دي كلها؟ وارد جدا. من حقك جدا كمواطن انك تنتقد مستوى محمد صلاح في اي مباراه، بس مش من حقك انك تشك في قدرات محمد صلاح. محمد صلاح اعلى من ناس كتير، محمد صلاح ذهنيا وفنيا ومهاريا وكل حاجه اعلى من ناس كتير جدا. وجود محمد صلاح مؤثر، حتى لو مش هيلعب، لو هيقعد على الدكه مؤثر، ودي ناس كتير عارفه الكلام ده، ولكن هي مستوى وتوفيق وعدم توفيق. انا اعتقد ان تغيير محمد صلاح في المباراه دي ان هو تحمل عضلي وعصبي. يا جماعه احنا بنبقى قاعدين قدام المباراه بيبقى علينا ضغط عصبي وعضلي، مش بنقدر. ممكن ناس بتفقد اعصابها قدام المباراه، ما بالك ده بقى لاعب عليه حمل المنتخب كله. اي حد في مكانه او اي حد لعب كوره عارف الكلام اللي انا بقوله ده. رقم واحد فنيا محمد صلاح يطلع، زيزو ينزل، ما فيهاش اختلاف. المباراه دي عايزه واحد يعدي واحده والتانيه ويشوط ويجيب جون، عايزه مرموش، عايزه مصطفى محمد، عايزه تريزيجيه ما يقعدش بره. تريزيجيه ما يقعدش بره يا جماعه. كلنا عارفين ان تريزيجيه بالذات ما يقعدش بره. رقم واحد محمد صلاح، رقم اتنين تريزيجيه، معروفه. ندخل على الجزء الاهم في الفيديو ده وفي المحتوى بتاعنا، واللي احنا بنعمل فيديوهات اصلا عشانه ونفيد اخواتنا حراس المرمى، تحليل اداء حراس المرمى في المباراه، وده الهدف. في ناس كتير بتقول لي انت ليه بتنتقد محمد الشناوي؟ انا مش بنتقد محمد الشناوي، انا اهلاوي ابا عن جدا، ولكن انا بظهر الخطا بتاع اللاعب. الحارس ممكن يا جماعه يجي فيه هدف والناس شايفه انه مش منه، ولكن قدرات الحارس تؤهله انه يقدر يتعامل مع كور زي دي. بوضح نقط رئيسيه وحاجات بتسهل. في كور تسهل لحارس المرمى انه يقدر يتعامل مع اي كوره مهما كانت صعوبتها. اي نعم الحارس ممكن الكره تبقى صعبه عليه جدا، مش بتاعه الحارس، تخليه يتحمل مسؤوليه الهدف والحاجات دي كلها. في الكره الحديثه اللي احنا فيها دلوقتي اصبح حارس المرمى بيجيب اجوان وبيعمل اسيستات وبيعمل حاجات حلوه كتير جدا. وفي ظل التدريبات الحديثه وتكنولوجيا الادوات اللي احنا بنمر بيها كمدربين حراس او كمدربين ومديرين فنيين، لا، في حاجات وتقنيات كبيره جدا تساعدني وتؤهلني ان انا اتعامل مع اي كوره باي سرعه، بفتح رؤيه لنفسي وبقدر العب برجلي وبطلع اجيب العرضيه من فوق، الحاجات دي كلها. طيب محمد الشناوي، لو جينا نبص في خلال الكام ماتش اللي اتلعب في البطوله، محمد الشناوي مش مركز، او يمكن محمد الشناوي، انا مش شايف ان محمد الشناوي موهوب الى حد ما، ولكن هو لاعب مجتهد وبيقدر يتعامل مع المباريات الكبيره، ولكن بيحصل بعض الهفوات ليه او لناس كتير جدا، حراس كبيره جدا ممكن تقدر تعمل شغل احسن من كده، ولكن هو ربنا عايزه في المكان ده. انا متوقع ان احنا ان شاء الله هناخد البطوله دي، ولكن منتخب مصر ما ينفعش يا جماعه ناخد البطوله دي كده من غير ما نتعب نفسيا، نكسر كام حاجه كده قدامنا والحاجات دي كلها. منتخب مصر معودنا على كده وده الطبيعي، وانا متفائل ان احنا هناخد البطوله دي ان شاء الله، ويمكن محمد الشناوي كمان ياخد افضل حارس، لا، ولكن احنا بنوضح الصورة لحراس واخواتنا حراس المرمى عشان لعل وعسى يقدر يستفاد من اي تكنيك ممكن نشرحه، من اي جملة ممكن نشرحها طبعا، وكلنا بنستفاد من بعض. مفيش طول ما احنا عايشين بنتعلم حاجات جديدة وشغل جديد. واتمنى من اخواتي حراس المرمى اللي بيحبوا محمد الشناوي ما يزعلوش مني لو في اي انتقادات، ولكن احنا بنحاول نظهر التعامل الجيد مع الموقف. يعني هدف زي ده، طبعا احنا لو جينا نبص على هدف زي ده مع محمد الشناوي، هدف زي ده دخل في محمد الشناوي، لو جينا
تبص على تمركز محمد الشناوي، تمركز 10 على 10 نموذج. محمد الشناوي يا جماعه زي يعني التمركز بتاعه زي ما الكتاب بيقول، ولكن في حاجات كده بتسهل على حارس المرمى انه يصد اي كره. هقولها لك، حتى انت لو مش حارس مرمى او مش مارست كره القدم ممكن تتفق معايا وممكن تختلف، ولكن دي وجهه نظر، يعني دي وجهه نظري في الكور دي. وطبعا كباتننا الكبار والحراس الكبار يقدروا يفيدونا في التعليقات. قول رايك، حتى انا لو غلط قول لي لا ده كان المفروض يعمل كذا، لا ده هو صح، بس التوفيق وعدم التوفيق ليه لا. احنا بنتناقش عشان كلنا نستفاد. ممكن انت تقول لي حاجه في التعليقات انا ما بقاش واخد بالي منها، تمام؟ فاحنا كلنا بنفيد بعض وكلنا بنوصل المعلومه على قد ما نقدر وبنسهلها على بعض على قد ما نقدر. طبعا الكره ملعوبه على حدود يعني ممكن نقول 20 ياردة من بره ال 18. محمد الشناوي التمركز بتاعه هنا كويس جدا والبوزيشن بتاعه هايل جدا. محمد الشناوي انا متعود من محمد الشناوي ان هو بيعمل التراي من مكانه، الكره لو في ال90 هناك برضه هيعمل التراي من مكانه. انت ماشي، انت راجل عندك طول فارع كويس، لكن تقدر تستخدم رجلك. انا مقتنع 100% ان حارس المرمى رجله اللي هتوصله الكوره مش التراي بتاعه. اي حارس ممكن يعمل تراي، ولكن مش اي حارس يقدر ياخد الخطوات التعاقبيه، الخطوات الصغيره، الخطوات الجميله اللي تقدر تسهل عليه اي كوره ويطلعها من اي مكان. رجلك اللي هتوصلك انت كحارس مرمى. هنتابع الكوره دي. طبعا محمد الشناوي زي ما انتم شايفين الكوره دخلت على يمين الحارس منتخب مصر محمد الشناوي، والكوره ملعوبه. بص على ايد محمد الشناوي، الراجل رقم واحد ان هو يعني ما خدش نص خطوه حتى. شوف الكوره فين، الكوره مش صعبه جدا يا جماعه، والله العظيم ما صعبه للحراس اللي فاهمه الكلام ده والمدربين اللي فاهمين الكلام ده. محمد الشناوي واخد الطريق من مكانه، ده رقم واحد. رقم اتنين، الراجل ما فردش ايده. طب انت مش فارد ايدك ليه يا محمد الشناوي؟ يعني انت رحت بتراي، انت لو لاحظت هتلاقي اصلا الراجل يعني راح بعد ما الكوره عدت نص المسافه. طبعا هنا بص اهي ايده مش فردت للاخر. افرد ايدك، افرد ايدك وجسمك، امال انت هتستغل الطول بتاعك ده امتى؟ ده رقم اتنين. طبعا محمد الشناوي عشان كان يقدر يصد الكرة دي، عشان برضو نوضح لاخواتنا حراس المرمى. طيب انت شرحت لنا إيه هو مع يعني الجون دخل فيه ازاي، طيب اشرح لنا بقى نعمل ايه. رقم واحد، تطلع الخطوه اللي انت بتاخدها لقدام تطلعها، يعني الكرة لو جانبيه زي ما انت شايف كده ودخلت محمد الشناوي، خد خطوه يا حبيب قلبي، خد خطوه وروح، خد نص خطوه وروح، خد الخطوه لقدام دايما، البوش بتاعك يبقى لقدام، وروح وافرد جسمك وافرد ايدك. والله ممكن انت اصلا رايح ما تبقاش شايف الكوره، ولكن واخد الخطوه الكويسه وفرد جسمك كويس بتطلعها. وفي ناس كتير يعني بيحصل معاها المواقف دي، وهي هتقول لي في التعليقات ان شاء الله. طبعا المباراه الشوط الاول خلص 1-0. محمد الشناوي طلع في الزحمه. طبعا الكره اللي زي دي اتلعبت ركنيه، محمد الشناوي طلع رغم طول الفرق لعبها بالبوكس بايد واحده بشكل كويس جدا. طبعا انا بقول لحراس المرمى في الكور الركنيه او الكره العرضيه اما يكون في زحمه كده، يعني مهم قوي انك تعمل الكره بالبوكس، بلاش تمسك. لان لو حاولت تمسك ممكن لاعب يخبطك او تفقد التوازن بتاعك، فما تبقاش متملك من الكوره او متمكن من الكوره. فالافضل ليك كحارس مرمى انك تلعب الكوره بالبوكس وبايد واحده، هتبقى متمكن منها اكتر. لعبها نموذجيه محمد الشناوي، ولكن كانت كوره خطيره جدا. ما كانش طبعا المدافعين كانوا في البلاله، ما كانوش متابعين. طبعا انا هشرح النقطه دي بالنسبه لحارس المرمى اللي كان كلمني. انا هشرح الضربه الحره المباشره دي بالنسبه لحارس المرمى اللي كان كلمنا على التيك توك، يعني كان قال لي انا اتمركز ازاي في الكور الضربه الحره المباشره او في الفاولات، اتمركز ازاي. طبعا عشان تبقى فاهم كل وضعيه كره في الملعب لازم بيكون ليها وقفه استعداد معينه، وحسب برضو مكان الكره او البوزيشن بتاع الموقع الكره فين، بوقف كام لاعب. يعني الكره لو في المسافه دي انا ممكن اوقف جوز لعيبه، ممكن اوقف لاعب واحد. الكره لو متطرفه ممكن اوقف لاعب، على حسب. انا شرح في الكلام ده وشرح التمركزات والبوزيشن وازاي تتحرك تحت العارضه وازاي تتمركز، واللاعب لو جوه ال 18 تتحرك ازاي، واللاعب لو بره ال 18 تكون انت واقف فين. طب اللاعب لو دخل ال 18 بتطلع انت بره السته بقد ايه. الحاجات دي كلها منزلها عندي على قناه اليوتيوب. انا هسيب لك لو انت بتتفرج عليها في اليوتيوب هسيب لك اللينك الفيديو في الديسكريبشن او في وصف الفيديو، ولو انت بتتفرج عليا من التيك توك هسيب لك برضو اللينك اليوتيوب في البايو تحت الصوره الشخصيه. ادخل واتفرج وشوف الفيديو ده هيفيدك جدا جدا. طبعا الكره اتلعبت فاول زي ما انتم شايفين كده، وطبعا دخلت هدف، ولكن طبعا هنتابع الكره للاخر هنشوف ايه اللي حصل فيها. طبعا الكره اتلعبت، الحارس كان متمركز وخبطها كده بايده، ولكن يعني قلشت منه، والافضل ان هو كان يمسكها لان الكره كانت في ايده ودخلت جون. طبعا زي ما انتم شايفين كده الحاجات اللي زي دي رقم واحد بالنسبه لحارس المرمى. انا بمسك، ما قدرتش امسك، بصد، بلمس بقوه عشان ما تطلعش وتقلش مني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لكن الكره كانت في المتناول، كان يقدر يتعامل معها حارس غانا ويمسكها بشكل كويس، ولكن كان فيها اوفسايد ومنتخب مصر اتحرم من هدف
هدف كان ممكن يكون لصالح المنتخب في وقت مميز. هنشوف الكرة دي هنتابعها. حارس المرمى كان متمركز بشكل جيد جدا وقدر يحط ايده العكسية ويتألق فيها. لو جينا نبص هنا طبعا الكرة اتلعبت في ظهر المدافعين. حارس المرمى التمركز بتاعه كان جيد ولكن كان يتقل شوية، ما كانش يطلع ويبيع نفسه بالشكل ده لعند طالما الكرة وصلت في رجل مرموش كان يقف ويعمل الثبات الانفعالي من البداية، ما كانش يطلع بره الستة كده ويبيع نفسه، ولكن هو طلع كان يقدر يكمل برجله ولكن الحارس فقد التوازن بتاعه والزحلق وما قدرش يكمل عليها. كان ممكن لو ما اتزحلقش وقع كان يقدر يجري مع مرموش، ما يحاولش ان هو يجيب من مكانه كده ويتصدى للكوره، لا كان لازم يجري مع مرموش ويقدر يتعامل معاه من وضع الحركه، ولكن اتزحلق وقدر اللاعب الدولي مرموش ويسجل هدف جميل جدا لصالح منتخب مصر. هنتابع تاني مع بعض. زي ما انتم شايفين الكره اتلعبت ودخلت هدف جميل جدا. طبعا هنشوف الهدف اللي دخل في محمد الشناوي. زي ما انتم شايفين طبعا الكره لسه في رجل اللاعب هنا محمد الشناوي اللي عندي هنا، شايف الكره والرؤيه كويسه جدا لمحمد الشناوي، ولو شاط في الزاويه القريبه يقدر يتعامل معاها سواء هنا او هنا. طيب ايه اللي خلى الجون يدخل بالشكل ده؟ طبعا رقم واحد ان الراجل ده واقف بشكل خاطئ جدا زي ما انتم شايفين، وحط ايديه في الكره عبد المنعم او خبطت في عبد المنعم وما قدرش او فقد الرؤيه للحظات كده محمد الشناوي وما قدرش يتعامل معاه. مهم جدا ان حارس المرمى لازم تتكلم مع زميلك، لازم تتكلم مع زميلك، ابعد عن الكوره، اقف صح. ما انت مسؤوليتك كحارس مرمى انك توقف لعيبتك، ومسؤوليتك انت كلاعب انك تاخد بالك من المكان اللي انت واقف فيه. طبعا الكره دخلت هدف زي ما انتم شايفين. يعني انا محمد الشناوي صعبان عليا جدا لان الاخطاء اللي زي دي بتبقى اخطاء مشتركه يعني بين الحارس وبين المدافع، فيعني الله يكون في عونه الراجل. الكره دخلت هدف وهنا بقى بيعاتب عبد المنعم بيقول له يعني افتح رؤيه. زي ما انتم شايفين كده محمد الشناوي رايح والكره في ايده خلاص، ولكن يعني التاتش اللي عملته ده خلت الكره تبعد عنه وتدخل هدف بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنشوف هنا الهدف الثاني لمنتخب مصر قدر يتعامل معها ازاي. حارس المرمى واقف في اتجاه الكره بشكل كويس، وهنا حارس المرمى من الوضعيه اللي كان فيها قدر يحرك رجله الناحيه الثانيه وكان في اتجاه الكره بشكل كويس ولعبها مصطفى محمد بوش رجله. حارس المرمى كان واقف كويس، ولكن حارس المرمى واضح جدا ان الليونه عنده فيها مشكله او الكره كانت سريعه شويه وما قدرش يتعامل معاها والكره عدت من بين رجله. هدف جميل جدا. هنا بقى الخطا بتاع محمد الشناوي ان هو طلع على الفاضي. طبعا ده قله تركيز وتوتر كبير جدا من محمد الشناوي. يعني حاجه زي دي لو كانت في بدايه الماتش كانت اللعيبه تفقد الثقه في نفسها طبعا وفي الحارس الدولي محمد الشناوي، ولكن يعني اخطاء متكرره من محمد الشناوي. يعني نتمنى ان هو يركز باقي. طبعا طالع الراجل ما نعرفش بقى هو كان واخد قرارين. الوضع اللي هو حصل لمحمد الشناوي ده بيدل ان هو الراجل كان واخد قرارين، ان هو يطلع يمسك ولا يطلع يضرب بالبوكس. انا هطلع، طلع ما لقاش الكوره، وده الطبيعي بتاع اي حارس ممكن ياخد قرارين. انت خلاص انت بتقدر الكوره والتايم بتاعك لازم يبقى مظبوط مع الكوره، عشان لو طلعت بعد الكوره او قبل الكوره هيبقى شكلك وحش. ده اللي انا قلته في مباراه موزمبيق اللي فاتت. طبعا محمد الشناوي طلع على الفاضي، والكرة طبعا لو كان في متابعة كان ممكن يكلفنا هدف لمنتخب غانا. وبكده يكون خلص التحليل بتاعنا لمباراة منتخب مصر ومنتخب غانا. طبعا انا عايز الناس اللي بتدعمني والناس اللي واقفة في ظهري تكتب لي تحت في التعليقات في اي ملاحظات في اي تعقيبات، قول لي تحت في التعليقات يعني. وفيديو لو عجبك طبعا ما تنساش تعمل لايك واشتراك على قناة اليوتيوب، وتعمل متابعة على التيك توك، وتعمل على الصفحة الشخصية بتاعتي على الفيسبوك. عشان كده ان شاء الله اتشرف بيكم وباخواتي كلهم ان شاء الله ان احنا نفيد بعض ونستفاد من المعلومات حتى لو معلومه صغيره. ودايما بقولها عندي الاولاد في الاكاديميه، انت ممكن تيجي الاكاديميه التمرينه ما تستفادش منها، ولكن اقول لك معلومه واحده او كلمه واحده هي اللي توصلك اللي انت عايزه. وده مع اي مدرب تاني مش شرط معايا، ممكن معلومه واحده تروح، ودي اللي بيفرق بين لاعب والتاني. جزء اللعيبه بيكونوا رايحين التمرين مع بعض وبتمرنوا نفس الوحده التدريبيه، ولكن تلاقي لاعب وصل ولاعب تاني ما وصلش. ليه؟ لان اللي كان رايح ده وصل كان متابع كويس جدا المدرب بتاعه، كان بيسمع الكلام وكان مركز حتى في الكلام اللي بيقوله. فلعل وعسى ان شاء الله اي حد من اخوات حراس المرمى يستفاد من الكلام اللي احنا بنقوله ده ويوصل للي هو عايزه ان شاء الله ويحسن من اخطائه. واحنا كحراس مرمى او كمدربين حراس دايما احنا بنحاول نقلل الخطا لحارس المرمى، مش نمنع الخطا، لان الخطا بيصبح خطا لو اتكرر بالنسبه لحارس المرمى. انما انت طول ما انت بتلعب في مسيرتك انت هتغلط، دي ما فيهاش كلام. ولكن انت شطارتك كحارس مرمى انك تقلل الاخطاء عندك، والخطا اللي انت بتعمله ما يتكررش تاني. ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه عشان يوصلك كل جديد. مع كابتن منصف، سلام.